السلام عليكم. هاي الرسالة خاصة لمن كان رمادي ومن حاول تبييض صفحته إذا كانت مسودة لأنه وقف مع الثورة. أقول لهم: أنتم ترون بأعينكم ماذا يحصل الآن في الداخل السوري، وقد كنتم محايدين. أقول هذا للرماديين طبعا، كنتم محايدين ولم تقفوا مع الثورة، وحسب ادعاءاتكم أنها جاءت بالدمار وجاءت بالهدم، وأنه العين لا تقاوم المخرز. وفي الطرف الآخر أو في الطرف الثاني هني اللي كانوا مع الثورة وانقلبوا ضدها، أو بالأحرى قاموا بالتسويات مع النظام بحجة أنه خلاص الثورة انتهت ولن تعود وانتصر الأسد. أقول لهؤلاء: ألا ترون بأم أعينكم ما يحدث الآن في مناطق سوريا عموما؟ الناحية الثانية، أنتم عندما تغادرون وتسافرون إذا كنتم خارج الوطن إلى سوريا، ألا تهربون من أول أسبوع وتعودون إلى أماكن إقامتكم؟ وأنتم الباقون داخل سوريا، ألا تلاحظون شظف العيش وكل شيء سيء في البلد؟ لا ماء، لا كهرباء، لا إلى آخره. عودوا إلى أنفسكم ولاحظوا أنكم خسرتم الطرفان، خسرتم الوطن ومن أيد هذا الموضوع، وخسرتم الأحرار الشرفاء، وخسرتم أهم نقطة هي دماء الشهداء. دماء الشهداء لن تنساكم إطلاقا، لأنكم أنتم الرماديون لم تقفوا مع تلك الدماء، وأنتم أيها المفلسون، أقول مفلسون والخائفون الذين عدتم إلى سيرة النظام، لأنكم بالأصل كنتم مع الثورة وجاهة وفورة، ولم تكونوا معها طبعا وتطبعا وعملا وفعلا، وإنما كانت فرصة لأن تصعدوا على أكتاف الآخرين. الآن شاهدوا ما يحصل وقرروا بأنفسكم هل كنتم على الخط الصحيح أم أنكم أخطأتم جدا بحق دماء الشهداء. لاحظوا أنفسكم، ولن ينساكم الآخرون، لن تنساكم الدماء، لن تنساكم أهالي هؤلاء الشهداء، ولن ننساكم نحن بالمطلق. شكرا لكم.